الصعايدة مش مصريين وعمرهم ما كانوا مصريين. تعالوا نعرف أصول الصعايدة بين الحقيقة العلمية والأساطير. وقبل ما نقول ده عايز أقول لكم إن في حقيقة علمية ثابتة في علم الجينات بتقول إن الشعب المصري مازال من أكتر الشعوب في العالم نقاء، وإن 90% من المصريين هم أحفاد بناة الحضارة المصرية. لكن ما زالت الأسطورة الأكثر انتشارا بين الصعايدة هي إن أصولهم من الجزيرة العربية، وصعايدة كتير جدا بيتباهوا بنسبهم العربي. طيب إيه مدى حقيقة أنساب الصعيد؟ وهل فعلا أصولهم بترجع للجزيرة العربية ولا لأ؟ تعالوا نشوف الحكاية فيها إيه. العلم المعاصر نفى الأسطورة دي تماما، وكل الأبحاث الجينية اللي تم إجراءها على الصعيد من الثمانينات لحد النهاردة أظهرت إن الغالبية العظمى مصريين أصليين وأحفاد اللي سكنوا الأرض دي من آلاف السنين. ده لدرجة إن بعض القرى في الصعيد تحاليلها وصلت ل100% أصل مصري. طيب طالما العلم نفسه نفى عروبة الصعايدة وإن أصلا ملامحهم مختلفة تماما عن عرب الخليج، جت منين فكرة أنسابهم العربية المزعومة دي؟ أنا جاي النهاردة أقولك الحكاية بدأت منين وإيه اللي خلى الأسطورة دي تنتشر. من بداية عصر الدولة الأموية والمصريين بيتعاملوا على إنهم درجة تانية حتى اللي أسلم منهم، والحال ضاق جدا بالمصريين لدرجة إن الجزية اتفرضت على المصريين اللي أسلموا، فاخترعنا حاجة اسمها شراء الأنساب. طيب يعني إيه شراء الأنساب؟ ببساطة المصري بيدفع رشوة لقبيلة عربية عشان يروحوا للقاضي ويشهدوا إن فلان المصري ده عربي من قبيلتهم، وبيتكتب له ورقة انتساب. والموضوع ده استمر فترة طويلة جدا ومحدش خد باله، لكن مع الوقت القضاة عرفوا اللعبة. وفي مرة واحد من المصريين وهو رايح يشتري نسب عربي، القاضي رفض وراح مقطع ورقة الانتساب وقال له انتم عجم ولستم عرب. وباقي قضاة مصر عملوا زيه واتمنع شراء الأنساب تماما. والقبائل العربية فرحت بالخبر ده لأنهم كانوا شايفين إن العرب أفضل من العجم في كل شيء، وإن العروبة نسب شريف وباقي شعوب الأرض نسب وضيع. والعرب احتفلوا بقرار منع شراء الأنساب لدرجة إن بعض الشعراء ألفوا قصايد في ذم وشتم المصريين، زي الشاعر معلى الطائي اللي قال: يا بني البزراء موتوا كمدا واسخنوا عينا بتخريق السجل، لو أراد الله أن يجعلكم من بني العباس ترى لفعل، لكن الرحمن قد صيركم قبط مصر ومن القبط سفل، كيف يا قبط تكونوا عربا ومريس أصلكم شر الجيل. الكلام ده معناه ايه؟ يعني بيقول على المصريين انهم اشر نسب واقل من العباسيين العرب. وكلمة يا بني البزراء معناها الست اللي عرفت رجالة كتير. وتصرفات العرب تجاه المصريين أدت لثورات مصرية كتيرة جدا، زي ثورة البشمريين اللي انتهت بقتل الخليفة المأمون 100,000 مصري. لما زادت العنصرية العربية ضد المصريين بدأنا نشتري أنساب عربية، ولما اتمنعت بعض المصريين عرفوا يحافظوا على نسبهم العربي، وهم دول اللي أحفادهم فاكرين إن أصولهم من قبائل الجزيرة العربية. الصعايدة حافظوا على عادات مصرية قديمة كتير اندثرت في الشمال بعد التمدن في العصر الحديث، من أشهرها الجلابية ورياضة التحطيب اللي منقوشة على معابد أجدادنا. من الظلم إننا ننسب نفسنا لناس شايفيننا بشر درجة تانية، ولحد النهاردة بيوصفونا بالموالي، يعني العبيد الغير عربي التابع لسيده العربي. صدقوني الحضارة المصرية لن تتكرر في حياة البشر. الحضارة المصرية عظيمة والمصريين أعظم شعب، ولازم كل مصري يفتخر بتاريخه وبحضارته وبأرضه. ويا رب نبطل فشخرة بأصل أنا أصل عربي وأصل من قبيلة فلان وقبيلة مش عارف إيه والجزيرة العربية. إن أنت تكون مصري دي كفاية. كفاية إن أنت تكون إنسان مصري. عظمة ما بعدها عظمة. تحيا مصر وجيش مصر وأرض مصر. سلام عليكم وأشوفكم الحلقة الجاية. مفيش في الدنيا
الوطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من الوطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي.